لما تيجي تتكلم عن ما قبل ديربي السوبر من وجهة نظري هيبقى من اهم مباريات الديربي اللي اتلعبت في الفترة الأخيرة. لسبب لأن أنا حاسس إن الفريقين متشابهين بدرجة غريبة. يعني الفريقين كملعب مش كأسامي على فكرة. كملعب أقسم بالله أي واحد من هنا يلعب هنا. كملعب مش كأسامي. يعني طبعا زيزو هيفك ونجات الزمالك كلها، تريزيجيه هيفك ونجات الزمالك كلها. بس في الملعب أنا مش شايف لكم حاجة جديدة. وبل بالعكس الزمالك عنده نقطة هي مش عند الأهلي. واللي اتكلموا امبارح فيها حتى الناس، المحللين اتكلموا في حتة إن الزمالك احمد عبد الرؤوف ما عليهوش ضغط. انا لو خسرت السوبر فطبيعي اخسر السوبر، وما كانش طبيعي ان انا ابقى هنا اساسا. لكن يستر مدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي انت طبيعي تاخد السوبر باداء مقنع. فدي نقطه الضغط اللي على الاهلي مش على الزمالك. الزمالك طبيعي يخسر الماتش ده. الاهلي مش طبيعي يخسر الماتش ده. الاهلي مش طبيعي يكسبه بلانتيات حتى. الاهلي لازم يكسب باداء مقنع. لان انت معاك الادوات اللي تخليك تعمل كده. ومن وجهه نظري فكره ان احمد عبد الرؤوف عطى تدريبات استشفائيه للاعبي الزمالك امبارح، دي انا استشفيت منها طريقه اللعب. يعني احنا هنقفل عشان في وقت اضافي واحنا مطولين في الماتش. وانا من وجهة نظري كواحد، لو انا بعيدا عن الاهلي يعني وبتكلم عامه، ده الحل الصح. الاهلي حاليا ما تحاولش تمسك كرة عليه، لا اديله الكرة وهو هيغلط. الجون بتاع مروان عثمان في ماتش سيراميكا بيفسر لك انت ازاي ممكن تكسب الاهلي. ازاي ممكن تكسب الاهلي؟ هي بغلطات الاهلي بايد الاهلي. الاهلي هو اللي هيديك الجون مش انت اللي تجيب الجون. المساحه مثلا اللي مروان عثمان دخل فيها دي هي مساحه مش هتلاقيها في دفاع فريق في درجه ثانيه تقدر تجيب جون من ده. كده كده هينزل بشيكوبانزا. من وجهة نظري يعني شيكوبانزا هيبقى دوره مهم لايه؟ المساحات. المساحات. وانا بشوف احمد رؤوف على فكره من المدربين حتى مع البلديه انا كنت بحب الراجل ده. انا عامه بحب المدربين اللي هي الجديده، المدربين اللي وريني وش جديد، وريني حد يعمل حاجه جديده. فانا حاسه مش مباراه يعني اللي احنا نقول ايه، ما فيش تكهنات. بس انا من وجهه نظري هي مش تبقى مباراه ممتعه، لان على حسب يعني اللي هيقدر يتحدد المباراه هتبقى ممتعه ولا لا. هم لا، احمد عبد الرؤوف والزمالك لو الزمالك نزل دافع المباراه مش هتبقى ممتعه، لكن لو الزمالك نزل لعب كورته التاريخيه فهيبقى فيه كلام. لكن الزمالك مش ما اعتقدش احمد رؤوف هيجازف ويفتح الملعب. هو مش هيفتح الملعب لان هو وجهة نظره لو خسرت 1-0 احسن ما افتح الملعب واخسر سكور، لان هو برضو مدرب شاب. وزي ما قلت لكم باكد لكم تاني مدرب كويس جدا. لكن انت مثلا لما تيجي تتكلم بقى عن الاهلي، فرجني بقى، فرجني يعني. احنا ما لعبناش كوره من يوم ماتش الزمالك. جماهير، ملعب حلو، بطوله.